ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ انا كمان مش جاي لي نوم. اي. طب بما ان بقى احنا الاتنين صاحيين، يبقى ايه رايك؟ وحشتيني. بطلي عبط. لو انا وحشتك بجد، من فضلك ما تبعديش عني كتير. ممكن؟ علشان انتي عارفه ان انا ما بعرفش يعني ما بعرفش اعدي يوم من غير ما اسمع صوتك. طب خلاص، قولي لي هشوفك امتى؟ يا بنتي هو كل يوم شغلش. هات الموبايل. هات الموبايل يا نبيله ما تتكلميش. هات الموبايل. بس مفيش حاجه. انت بتعمل ايه؟ بقى انت رميني جوه مع بنتك. اسهر واغير وارضع وانت قاعد هنا فاتح علاقات ونخنعه من صوت الليالي. اسمعي يا نبيله. بتخوني يا ادهم. بتخوني. بس بقالك قد ايه؟ نبيله بس ما بقاليش. تعالي بطلي جنان. انت سمعت ايه اصلا يا نبيله؟ دي زميلتي في الشغل. الله. زميلتك في الشغل؟ هي دي بقى اللي كانت بتخليك تبات بره البيت؟ هي دي يا ادهم اللي كانت بتخليك سهران في العربيه بالساعات تتكلم معاها، وانا اتصل بيك ما تردش عليا، وانا اقول ادهم عنده شغل ربنا معاه وابقى قلقانه عليك؟ يا ترى بقى هي تستاهل خراب البيوت ده؟ هي دي اللي انت كنت عايز تطلقني عشانها يا ادهم؟ علشان كده يا ادهم، عشان كده ما كنتش بتقربني طول الفتره دي؟ ما تنطق. لا، انا لما كنت عايز ننفصل يا نبيله ما كنتش حامل، بس بعد ما خلفنا بقى في بينا حاجه اكبر من ان احنا نسيب بعض. يعني انت مكمل معايا عشان خاطر نور بس؟ بصي، انت عارفه كويس يا نبيله ان بعد الجواز اكتشفنا ان احنا ما ينفعش نعيش مع بعض، احنا مش شبه بعض. انا مش مرتاح في البيت ولا انت كمان بتحسني من نفسك. يعني انت بطلت تحبني؟ بطلت؟ انت عايزه الصراحه، انا عمري ما حبيتك. دي كانت غلطه. يا ابني يا حبيبي، خراب البيوت مش بالساهل كده. وبعدين يعني انت هتقدر على مصاريف الطلاق اليومين دول اللي فيهم الكورونا اللي احنا كلنا بندبر نفسنا فيهم بالعافيه؟ استهدى بالله، انا هطلع اشوفهم ناويين على ايه. تنوي زي ما تنوي يا ماما. اسمعيني، انا مش هكمل في الجوازه دي. انا مش طايق ابص في وش البني ادمه دي تاني يا امي. من فضلك لو سمحت اطلعي هاتيلي بنتي. طب يا حبيبي نعدي النهارده وان شاء الله بكره نجيلهم يكونوا هديوا. ماما هاتيلي نور. يا ابني هم هياكلوا نور. يوه. طب بس خلاص ماما احنا في الشارع مش هينفع خلاص كده. ايه ده؟ طيب حاضر. شوف يا اختي عمال يهبهب ازاي. مهبهب في عيشته المهببه. مالك يا بت؟ مالك مقطعه روحك عليه كده ليه؟ اللي يسيبك ويبص لواحده تانيه ده ما يلزمكيش، يغور في 60,000 داهيه. انا بحبه يا ماما، ارجوكي كده، انا بحبه. الواطي الندل. بقول لك ايه، ما يهمكيش، احنا خلاص عملنا كل اللي احنا عايزينه وخلفتي زي ما كنا عايزين. اهدي بقى، اهدي وامسكي نفسك كده، خلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. عايزين نرفع طلاق بالضرر. بس مفيش أي ضرر وقع على بنتك. ازاي؟ طبعا الراجل لو تطاول على مراته بدون شهود مش ضرر، ده لو خانها مش ضرر. ازاي يعني لو خاني مفيش ضرر؟ يعني انا لو خنته مفيش ضرر عليه؟ ده يخلص عليكي ما ياخدش فيك يوم. ايه بس ده ظلم. ده القانون. الحل الوحيد نرفع قضية خلع. خلع ازاي؟ ما الخلع ده هيخليها تخسر كل حقوقها. حقوقها الشرعية، مؤخرها، نفقتها، لكن القايمة لأ. حقوق حفيدتك نور ما يقدرش يلمسها. وبعدين انت مش بتقولي ان هو بقى على الحديدة؟ طب خلاص، خلع. انا موافقه يا ماما، انا موافقه على الخلع، المهم نخلص. توكلنا على الله. توكلنا على الله.